سؤال واضح. نعم. مش قادر ترد لان انت قلت معلومات كاذبه، اذا انت شخص كذاب. انت قلت معلومات كاذبه، انا سافرت اسرائيل عشان ازرع شعر، اذا انت شخص كذاب. لا انا جزمتي بدماغك ودماغ الحركه يا خاين. اسمع بس يالا، اسمع يا اسامه، لو قطعت عليا اقسم بالله انا ماليش دعوه بالواد ده. ده حد محترم. سيبني اكمل كلامي يا طب اسامه. يا ست، ما انت سايبينك بس ارجوك يا ست مستشار قول لنا المعلومات اللي عندك يا ست مستشار. في المعلومات واحد ده اسلوب حد الولد ده اللي بيدعي ان هو كان بيروح مع حمدي الفخراني القضايا. من سوء حظه انا المحامي اللي كنت ضد حمدي الفخراني لم ارى عيل من عيال 6 ابريل في جلسه. انا اللي كنت بحضر ضد المهندس حمدي الفخراني لان انا كنت عن الناس اللي هم حاجزين تمام وعن العمال بتوع الشركه. ادي واحد. اثنين لو سمحت لو عندك اي دليل على كذبك يا كذاب يا احمد ده بالمنظر ده ما ينفعش كده. يا ساتر ما هو يا جماعه ما ينفعش ان احنا ندير حوار بالشكل ده يا سياده المستشار. مش انت كده. ولو سمحت يا احمد ما ينفعش ان انت النهارده تبقى بترد ده. فانا سيبني انا اللي بحاول اتحاور في ده. عندك اسئله هترد. فين الشيك اللي جابه؟ طيب فين الشيك اللي اتكلم بعد اذنك نسمع. هتقاطعني هاجي اضربك في الاستوديو. انا بقول لك اهو يا ساتر يا ساتر الموضوع بلطجه. انت بلطجه يعني يا استاذ مرتضى يا استاذ احمد لو سمحت يا استاذ بره الواد ده ما يقطعنيش. اسمع لغايه الاخر. طب يا سياده المستشار قول لي هضربك يا سيد. ما تقطعنيش. اتفضل يا سيد. اتفضل يا استاذ مرتضى. انا سامعينك بقالنا ساعتين. حضرتك سالت على موضوع الشاي فريدم هاوس. يقعد يسمع لغايه الاخر. تمام. فريدم هاوس. تمام. فريدم هاوس يا فندم. بتخاف ليه من عرفوا انت مزور؟ عرفوا انت مزور وكذاب. يا لا معلش اسمح لي سياده المستشار. انا مش هنقدر نكمل هذا الحوار بالشكل ده. لا هنطلع الى فاصل. بشكركم. بشكرك استاذ مرتضى منصور. بشكر حضرتك استاذ احمد. نطلع لفاصل بعد اذنكم. نطلع فاصل بعد اذنكم.